السلام عليكم الدراري البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيعيشوه، كاين اللي ما كيعرف شنو هو السبب. التفكير الزائد. واش عمركم حسيتوا بحال الا دماغكم ما كيسكتش، بحال الا اي حاجه صغيره كتوقع في حياتكم كتولي فيلم كامل في الراس، كتمشي كتزيد تكبر وتكبر بلا ما تحس. انا شخصيا بزاف ديال الليالي كنت كنبقى بلا ما نعس، الدماغ ديالي كيدور وكيدور، كلشي صغير كيتحول لمشكله كبيره، كل ذكرى قديمه كتولي بحال غيمه ثقيله فوق قلبي. هادشي اللي كيسميوه التفكير الزائد، وهو ماشي غير عاده بسيطه، بل حاله كتشد الانسان كامل. كتلقى راسك مشدود بين الماضي اللي ما تقدرش تبدله والمستقبل اللي مازال ما جا، بحال الا شي مسافر ضايع في خريطه بلا عنوان وما عارفش فين غادي. ماشي غير انا اللي كنحس بهادشي، كارل يونغ مثلا كان كيقول ان العقل الباطن ديالنا كيحاول يوصل لواحد الحقيقه، ولكن التفكير الزائد مرات كيتحول لصراع بين اللاوعي والوعي. كتولي اصوات داخليه كتسولك علاش درتي هادشي، علاش ما درتيش هادشي، بلا ما يعطيك جواب حقيقي. العلم كذلك كيأكد هادشي، كيقول ان كل فكره هي طاقه، والدماغ ديالنا كيخلق الواقع بطريقه دقيقه بلا ما نحسو. يعني كل هاد الافكار اللي كتمشي في الراس بلا ترتيب كتستنزف الطاقه ديالنا بلا فايده. الدماغ ما مخلوقش باش يبقى خدام 24 ساعه على 24 ساعه بحال الماكينه، وهادشي كيأثر حتى على الجسم. القلب كيبدا يدق بالزربه، النفسيه كطيح والنوم كيتقطع. نيفيل غودوارد كان كيأكد ان الخيال ديالنا اقوى من الواقع اللي كنعيشو، ولكن الا خليتي التفكير الزائد يسيطر عليك، الخيال كيتحول لسجن. كل مره كتفكر فيها زايد على اللزوم كتخلق سيناريوهات وهميه، وكتولي الحياه بحال المسرحيه في دماغك بلا ما تعيش اللحظه. التفكير الزائد كيجي من حاجتين كبار: الخوف من المجهول والرغبه باش نفهمو كلشي. منين كتخاف من المستقبل وما متاكدش من اليوم اللي جاي، الدماغ كيحاول يخلق سيناريوهات باش يحمينا، ولكن هاد الحمايه كتولي عائق، كتسرق منك السلام الداخلي. كتلقى حتى الناس اللي ظاهرين ناجحين في المجتمع عندهم الفلوس والشهره، ولكن الداخل ديالهم كاين فراغ كبير، وكيمشيو للتفكير الزائد باش يلقاو المعنى. واللي مهم تفهموه، التفكير الزائد كيتاثر حتى بالطاقه ديالك. الطاقه ديالك كتصبح مشدوده، الافكار كتولي غيمه ثقيله، والروح كتحس بعدم انسجام مع النفس. لهذا السبب بزاف ديال الفلاسفه والروحانيين كيقولوا ان التفكير الزائد هو اختبار داخلي، واش قادر تتحكم في دماغك ولا الدماغ هو اللي غادي يتحكم فيك. كتولي كتعيش بحال مسجون داخلي بلا ما تحس. ولكن ماشي كلشي سلبي، التفكير الزائد يمكن تحوله لقوه الا عرفنا كيفاش نتحكموا فيه. بحال شي وليد صغير الا مربيتيش غادي يخليك فوضوي، ولكن الا علمتيه الحدود غادي يخدم معاك. اولا الوعي بالحاضر، كل مره كتلقى دماغك طايح في التفكير الزائد رجع للتركيز على الحاجه اللي قدامك. ركز على الصوت، على المنظر، على النفس ديالك. مثلا الا كنتي كتشرب اتاي، حس بالطعم والحراره ديالو. اولا في الدوش، الا كنتي كدوش حاول تحس بالقطرات ديال الماء على الجسم ديالك، ماشي انت كدوش وكتفكر في حاجه اخرى اللي بعيده بزاف. وهادشي كيعلم دماغك يعيش اللحظه. ثانيا الكتابه، خرج كاع الافكار اللي من دماغك. ماشي مهم التنظيم، غير حرر راسك. الحركه، ماشي سبور، ترتيب الدار، اي حركه كتفرغ الطاقه الزائده وكتخلي الدماغ يرتاح. الصلاه، تامل، تركيز على العلاقه مع الكون، مع الله. هادشي كيعطي احساس بالطمأنينة وكيخفف الضغط الداخلي. وفي الاخير التفكير الزائد ماشي عدوك، ولكن اداة كتحتاج تتحكم فيها. الانسان اللي عرف كيفاش يربط بين العقل والقلب، كيفاش يعيش اللحظه، كيفاش يتحكم في الطاقه ديالو، كيلقى السلام الداخلي. تقبل ان الحياه ماشي كلها واضحه،
وكل لحظة فيها تجربة كتتعلم من كل فشل. كل شعور بالخوف وكل فكرة زايدة كيعلمك كيفاش تحرر. بهذه الطريقة كتولي قادر تعيش بلا حواجز، بلا هوس، وبلا ضغط داخلي مستمر. الحياة بحال رحلة طويلة، والدماغ بحال المرافق اللي عرفتي كيفاش تسوقو. كتولي الحياة تجربة غنية مليئة بالوعي، بالحب، بالانسجام. التفكير الزائد كيبقى غير ضيف مؤقت، ماشي سيد حياتك، وانت اللي كتقرر واش غادي تسيطر عليه ولا تخليه يسيطر عليك.